هلا بنات، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونون زينين. تشوفون هذا الفيديو، اتمنى الفيديو يعجبكم. بعد غياب تقريبا شهر فرجعت لكم موديل جدا حلو سهل، ان شاء الله تستفادوا من يمه. مثل ما تشوفون بنات، عندي هذا القماش هو قديفه، بس كلش حلو نوعية القماش، ذاب نفسه، يعني مو من اخيطه او من مثلا من افصله يتلفلف وياي القماش، لا. كلش حلو. يعني عندي هاي القطعة مترتين ونص، راح افصلها هذا الموديل مثل ما تشوفون. انا حطيته لكم على الشاشة، هواي من نزلته على الانستغرام، هواي طلبتوه طريقة الفصال مالته. طريقة الفصال جدا سهل وبسيط وحلو لأبعد الحدود، فإن شاء الله البنات المبتدئات يقدرن إنه يطبقن هذا الفصال. بنات عندي هذا القياس اللي راح أفصله أني قياس لارج وأكس لارج يلبس. مثل ما تدرون بنات، دائما أنا أطلع الردن مالتي من طول القطعة، فمثل ما تشوفون بنات أني رتبتها بالطول، وبعدين طبقتها طبقة ثانية، فصارت عندي 4 طبقات. عندي طول الردن راح أخذها 3 شبارة وأصبعين. ليش أصبعين؟ أنا خليت لأن حابة أخلي لاستيكة، وهم أنا عندي كسرات من فوق مال الردن مالتي. فمثل ما تشوفون راح هسه أبدي أخذ القياس مال الردن. عندي شبر وخذيتها 5 أصابع، بس ال5 مالتي مفتوحة لأن مثل ما قلت لكم أريد بيها كسرات، فلازم أخذ أني الكسرات مالتي همينة. فالكسرات تقريبا خذيتها 4 أصابع مطبوقة، يعني من راح تنفتح راح تصير عندي 8 أصابع، فأقدر إنه أخذ الكسرات مالتي يعني حلوات عريضات إذا أريدهن، أو أريدهن ناعمات الكسرات مالتي. فمثل ما تشوفون عندي 4 أصابع، هاي شوف، أو 5 أصابع العفو، بهاي الطريقة، والباقية كلها أسويها حفرة مال الردن. بنات أنا آسفة على التأخير، هواي بنات قالت إحنا جاي نطب القناة مالتش، ما جاي نلقى فيديوهات جديدة منزلة، وهواي طلبتوا همينة نزلة مالت شرباية. فإن شاء الله بالفيديوهات الجاية راح أسوي لكم الفصال مال النزلة وطريقة الفصال مالتها. بس بنات اعطوني شوية وقت، لأن منتهية ويا الأطفال دراسة وامتحانات همينة الشهر الأول وراح يبدأ الشهر الثاني، فإن شاء الله بس يخلصون امتحانات راح أسوي لكم أحلى نزلة بطريقة جدا سهلة الفصال مالتها، وأي مبتدئة تقدر تفصلها. مثل ما تشوفون بنات إنه رجعت رتبت القطعة بالعرض مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. هنا عندي فصلت الظهر واحد والبدن مالتي واحد، لأن الظهر ما عندي بيه قصات، مجرد بس أخذ الحفرة مال الردن. أما البدن راح أبدي أخذ القياسات وياكم، ومثل ما قلت هاي القياسات يلبس لارج وأكس لارج. هنا عندي أخذ القياس مال الكتف أخذه 20 سنتيم، وعندي قياس مال الردن أخذه هم 20 سنتيم، النزال مال الردن مالتي. فأسوي خط مثل ما تشوفون بهذا الشكل. هنا عندي القياس مال حفرة الصدر راح أخذها 17 إلى 18 سنتيم بنات مثل ما تشوفون، وبعدين أسويها على شكل 8 حتى تصير عندي القصة المثلثة، حتى بالخياط تصير عندي قاعدة ويا الصدر. أخذها تقريبا 40 سنتيم بنات، من محيط مال الصدر لحد للحفرة مال الردن. مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. هسه أجي أخذ القياس مال الصدر، أخذها 30 سنتيم مثل ما تشوفون بهاي الطريقة، وأسويها على شكل دائري حفرة الردن حتى تطلع عندي عدلة. هنا بديت أخذها لكم القياسات بالشبارة، هم للبنات اللي يقولون إحنا ما نعرف بالسنتيمات تاخذينا إياها بالشبارة، فدائما فيديوهاتي تشوفونها بالشبارة أو بالسنتيمات بنفس الوقت. يعني أحب إنه الطرفين يستفادن بالنسبة للتعرف بالسنتيمات والتعرف بالشبارة. فأتمنى الفيديو يمكم واضح ومفهوم، والشرح همينه واضح. أتمنى إذا وصلتوا لهاي المرحلة لا تنسوني اللايك والاشتراك بالقناة، وأهم شي تحطوا لي لايك حتى تحفزوني أنزل فيديوهات أكثر. فأتمنى وأنتوا جاي تشاهدون هسه هذا الفيديو تحطوا لي لايكات هواية، وأي وحدة عندها تعليق أي شي حابة تسأله تكتبوا لي جوا بالتعليقات حتى أجاوبكم. بالنسبة للبنات هواي كتبوا لي إنه الماكينة شلون إذا تقطع خيوط. بنات يعني قد ما أحلف لكم أنا ما أعرف للمكاين، ما أعرف نوعية المكاين، ياهي الزينة ياهي المو زينة، شنو العطل اللي دا يصير بيها. أنا ماكينتي إذا صار بيها أي إشكال زوجي هو اللي يسوي لي إياها، بس أنا نهائيا ما ألعب بيها، لأن نهائيا أصلا ما أعرف لها. فبس يصير عندي بيها مثلا إذا تقطع خيوط أو تلفلف خيوط من جوا، أو حتى من أريد أحط لها دهن أخلي زوجي يحطها، لأن أنا ما أعرف بيهن وما أحب إنه ألعب بيها وأخربها. فهواي بناتي يقولوا لي يا نوعية الماكينة زينة. صراحة اللي هسه أنا جاي أشتغل بيها الماكينة كلش
حلوة وعملية. بالنسبة لهاي الماكينة اللي هسه تشوفوها هواي بالفيديوهات، كلش حلوة استخدامها وسهلة وهمينة سريعة بلا خياط. فإذا تردون تجيبون ماكينة اشتروا نفس هاي الماكينة، كلش حلوة عملية. فهواي بنات مني راسلني سواء باليوتيوب او بالانستغرام، فوالله استحي انه اجاوبهن واقول لهم ما اعرف، بس والله العظيم فعلا ما اعرف اني شنو نوع الماكينه الزينه. بس هاي من اشتغلت بيها كلش حبيت الشغل مالتها. فاذا حابين تشترون انصحكم بهاي الماكينه. هنا عندي هاي القطعة اللي راح تصير على الصدر، فحبيت انه اخلي لها لاصق. يلا ابدي اخذ القياس مال حفرة الصدر. بنات من تخلون لاصق القديفة لازم انه الاوتي طافي، انه مجرد بس تحمينه وتطفينه بسرعة، يعني من تخلينه على القطعة يطفى الاوتي، لان القديفة بسرعة تحترق، فلازم تنتبهين من هاي النقطة. هنا بديت اخذ القياس مال حفرة الصدر، مثل ما تشوفون قياسها 16 سنتيم خذيته، وراح اسويها على شكل 7. مثل ما شفتوا جبت قطعة من نفس القماش وبطنت بيها حفرة الصدر مالتي ورا ما قصيتها. مثل ما تشوفون هاي الخطوة كلش مهمة بنات، لازم تسوونها، تقصقصون ورا ما يعني خيطتوا، تسوون هاي القصات البسيطة حتى من تخيطونها ما تبوط عندكم الخياط مالتكم ويتلفلف. هنا بعد ما خلصت عندي حفرة الصدر مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. هنا جبت القيراج. بنات القيراج ما اخليه مثل كل مرة شلون اخيطه، مثل ما تشوفون بالعكس، وعندي النقشة مال القيراج اطلعها اللي قدام على حفرة الصدر بهاي الطريقة، نفس الموديل اللي بالصورة. مثل شوفوا هنا بنات ابدي هسه اخذ الكسرات اللي راح تصير على الصدر. بنات اخذها تقريبا، شوفوا من بداية الوسط مالتي مال حفرة الصدر اخذ 4 اصابع، وبعدين ابدي اسوي كسرات تقريبا 3 كسرات الى 4، مثل ما تشوفون بهاي الطريقة اسحب على كيفي واسوي لي الكسرة.
شوفوا الجمال بعد ما خلص عندي الموديل بهاي الطريقة جدا حلو وسهل. إن شاء الله يعجبكم، إن شاء الله استفاديتوا من يمه، وإن شاء الله يكون الخياط عندكم واضح وسهل للبنات المبتدئات. هنا مثل ما تشوفون خلاص عندي الموديل. هسه راح أخيط لكم الدجاجة كلها بالكامل وتشوفون النتيجة بعد ما أخلص. إن شاء الله تعجبكم واستفاديتوا من الفيديو. بعد ما خلصتها عندي الكسرات مال الردن مثل ما تشوفون، عندي طريقة اللاستيكة مال الردن نهايتها بهاي الطريقة. الكلوشة مالتها جدا حلو بسيط. ما سويتها دجاجة عدلة مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. إن شاء الله تعجبكم. بعد السلامة، أحبكم هواي، وأقول لكم لا تنسون اللايك والاشتراك بنهاية الفيديو. ترقبوا فيديو جاي إن شاء الله هم يعجبكم وتحبون.